سنة 2001 الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين اختارت مطار كانساي كواحد من أهم 10 إنجازات هندسية في القرن العشرين. مليارات الدولارات وآلاف الساعات اتصرفت في التخطيط وبناء واحد من أكبر مطارات اليابان. بس لو بصينا على المشروع ده النهاردة هنلاقيه بيواجه مشكلة ضخمة. المطار بيغرق في المية وبيتحرك لتحت أسرع بكتير من اللي كان متوقع. مطار كانساي الدولي في خليج أوساكا مطار كامل مبني على جزيرتين صناعيتين في قلب المية، مش على ساحل ولا فوق أرض كانت موجودة واتردمت. لا، اليابان حرفيا صممت جزيرتين من الصفر في قلب البحر وبنت فوقهم مطار دولي ضخم ومبناه الرئيسي من اطول مباني الركاب في العالم. بس تحت الصوره المبهره دي في مشكله، المطار نفسه بيغرق. مشروع اتخطط له حوالي 20 سنه واتنفذ في 7 سنين وتم افتتاحه سنه 1994، وكان وقت افتتاحه من اغلى واعقد مشروعات البنيه التحتيه في العالم. والاغرب ان الهبوط ما كانش مفاجاه كامله، المهندسين كانوا عارفين من البدايه ان الارض الصناعيه دي هتهبط، بس اللي ما كانوش عارفينه ان الهبوط هيبقى سريع بالشكل ده. فازاي اليابان بنت مطار كامل في نص البحر، وليه كانت مضطره تعمله، وازاي مطار مستمر في الغرق ولسه لحد النهارده شغال وبيتجدد وبيستعد يستقبل اعداد اكبر من المسافرين. كل ده واكتر هنعرفه في حلقه النهارده بعد الفاصل. انا محمد طارق واهلا بيكم في مدونات. علشان نفهم الحكايه لازم نرجع لاوساكا بعد الحرب العالميه الثانيه. في الوقت ده اليابان كانت دخلت في مرحله نمو اقتصادي ضخم، مصانع، تصدير، مدن بتكبر وبنية تحتية بتتجهز بسرعة مذهلة، لدرجة إن اليابان بقت تاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول سنة 1968. وفي قلب النمو ده كانت أوساكا واحدة من أهم وأكبر مدن اليابان، مدينة صناعية وتجارية ضخمة. بس أوساكا كان عندها مشكلة كبيرة، مطارها القديم كان محاصر جوه المدينة والمدينة نفسها محاصرة بالجبال. وفي الوقت ده المطار كان محتاج يتوسع، لكن ما كانش فيه أرض حواليه تسمح بالتوسع ده. معادلة مقفولة، لو وسعت المطار هتاكل من المدينة، ولو سبت المطار زي ما هو المدينة نفسها هتتخنق. ففي بداية السبعينات اليابان بدأت تدور على مكان لمطار جديد. كان في 4 مواقع مقترحة، 3 منهم في البحر، وده لوحده يوضح لك قد إيه إن الحلول العادية وقتها كانت شبه مستحيلة. اليابان قالت لك طالما مفيش مكان فاضي على الأرض يلا بينا على البحر. الفكرة كانت جريئة، نبني جزيرة صناعية في خليج أوساكا نحط عليها مطار كامل، مدرجات، مبنى ركاب، طرق، خدمات، وكوبري كمان عشان يربط الجزيرة باليابسة. النهاردة بناء مطار أو مشروع ضخم على أرض مستصلحة في البحر بقى شيء موجود في أماكن كتير، لكن أنا هنا بكلمك عن حاجة زي دي سنة 1987. مشروع كانساي كان سابق عصره بسنين طويلة. التخطيط أخد حوالي 20 سنة والبناء أخد حوالي 7 سنين، وفي سنة 1987 بدأ التنفيذ. لكن أصلا قبل ما تحط أول مدرج كان لازم تجاوب على سؤال أخطر، هل أنت عارف إيه تحديدا اللي موجود تحت المية بالظبط؟ لأن البحر مش مجرد مساحة فاضية وهتتردم بالتراب ونبني عليها وخلاص. تحت المية في قاع، وتحت القاع في طبقات تربة، والطبقات دي هي اللي هتحدد المشروع ده يعيش ولا ممكن يغرق. خليج أوساكا كان عمقه في منطقة المشروع حوالي 18 متر مية، وتحت المية كان في طبقة طين رخوة برضه حوالي 18 متر، وتحت كل ده في طبقات أعمق وأعقد فيها طين أسمك وجيوب من الرمل. الطين ده مش زي الأرض الناشفة اللي بتبني عليها عمارة، ده شيء أقرب لأسفنجة كبيرة مليانة مية، لو حطيت عليها وزن ضخم هتتضغط والمية اللي جواها هتحاول تطلع، ولو المية خرجت بشكل محسوب الطين يتماسك. لكن لو التوقعات دي كلها قلشت منك الأرض كلها هتبدأ تهبط، وده بالظبط كان التحدي. إزاي تقدر تثبت قاع بحر طيني عشان يشيل مطار كامل؟ الحل كان اسمه مصارف الرمل. عشان تتخيل معايا الحل ده، تخيل ان عندك اسفنجة ضخمة مليانة مية، لو ضغطت عليها من فوق المية هتطلع بصعوبة، لكن لو عملت جواها ممرات تساعد المية تهرب الاسفنجة هتضغط اسرع وتنشف اسرع وتبقى اصل. ده بالظبط اللي عملوه تحت البحر، اتحفرت اعمدة طويلة في الطين واتملت رمل، وبعدين اتحط فوقها طبقات تانية من الرمل، وبعد كده بدأوا يحطوا الصخور والردم فوق المنطقة. الوزن يضغط على الطين، المية المحبوسة جوه تتحرك ناحية أعمدة الرمل، وبما إن المية بتتحرك في الرمل أسهل من الطين فهتطلع لفوق، ومع الوقت الطين يبدأ ينشف نسبيا ويتماسك. الفكرة بسيطة لما نقعد نشرحها كده على الورق، لكن تنفيذها في البحر كان شيء مستحيل. اتزرع حوالي مليون مصرف رملي في موقع المشروع، كل واحد عرضه حوالي 40 سنتي وعمقه حوالي 20 متر، وبعدها كان لازم الجزيرة نفسها تاخد شكلها، فاتعمل سور بحري طوله حوالي 11 كيلو متر، واستخدموا حوالي 48 ألف كتلة خرسانية ضخمة لحماية الجزيرة من الأمواج. وبعدين بدأت عملية الردم، أكتر من 3 سنين وهم بيصبوا تربة وصخور في البحر. إجمالي الردم وصل لحوالي 180 مليون متر مكعب من الأرض، و10,000 شخص اشتغلوا في المشروع ده لحد ما في سنة 1992 أعمال استصلاح الأرض كانت خلصت وبقت في جزيرة واقفة فعليا في خليج أوساكا.
جزيرة معمولة مخصوص عشان تحمل واحد من أجرأ المطارات في العالم. لكن هنا بدأت المشكلة تظهر بوضوح. المهندسين كانوا عارفين إن الجزيرة كده كده هتهبط، ده طبيعي لأن وزن الردم أكيد هيضغط على الطين اللي تحتها. بس اللي حصل إن الهبوط كان أسرع من المتوقع. في سنة 1990 وبعد 3 سنين من بداية الإنشاء اكتشفوا إن الجزيرة بتهبط بمعدل حوالي 5 سنتي في الشهر. 5 سنتي كل شهر ده مش رقم صغير لما تبقى بتتكلم عن مطار كامل في البحر. وعشان يحلوا المشكلة دي اتصرف حوالي 100 مليون دولار عشان يزودوا ارتفاع الجزيرة. كان لازم الجزيرة تفضل على الأقل 4 متر فوق مستوى البحر، لأن لو نزلت أقل من كده الأمواج العالية ممكن تبقى خطر حقيقي. في الحسابات الأولى كان متوقع إن الجزيرة تهبط حوالي 8 متر خلال 50 سنة، لكن المفاجأة إن الهبوط عدى الرقم ده بدري جدا. لما المطار فتح سنة 1994 كانت الجزيرة بالفعل هبطت أكتر مما كان متوقع، وبعد 8 سنين من بداية القصة الهبوط وصل لحوالي 12 متر. لكن هنا برضه في سؤال مهم، إحنا بنقول إن هم أصلا كانوا متوقعين الهبوط ده، لكن ليه بقى الحسابات بتاعتهم ما طلعتش زي المتوقع؟ إجابة السؤال ده كانت تحت الجزيرة في الطبقات العميقة. فكرة مصارف الرمل اللي عملها المهندسين اشتغلت كويس مع طبقة الطين القريبة من قاع البحر. الطبقة دي اتضغطت والمية خرجت منها والخطة نجحت فيها إلى حد كبير، لكن تحتها كان في طبقة أعمق، طبقة طين أقدم وأسمك وفيها جيوب رملية. والطبقة دي كان صعب جدا على المهندسين إنهم يتنبأوا باللي ممكن يحصل فيها، لأنك لما تحط فوقها وزن جزيرة بالكامل وكمان عليها مطار مش سهل تعرف بالظبط الأرض دي ممكن تتصرف إزاي، هتهبط قد إيه وبأي سرعة، وهل الهبوط هيبقى متساوي ولا جزء ممكن ينزل أكتر من جزء. فالمشروع في اللحظة دي ما بقاش مجرد بناء مطار، ده بقى اختبار حقيقي لفهم الإنسان للتربة تحت البحر. ومع ذلك كانساي ما كانش مشروع فاشل، المطار نفسه كان تحفة هندسية. وواحد من ضمن الأفكار العبقرية في المطار ده مبنى الركاب اللي اتصمم بواسطة رينزو بيانو، واحد من أشهر المعماريين في العالم. المبنى كان عنده سقف مميز على شكل الموجة، والشكل ده ما كانش للمنظر بس، الدراسات ورا التصميم كانت بتستهدف إن الهواء البارد يتحرك داخل المبنى بشكل طبيعي ويقلل الاعتماد على تكييف مكلف وكمان حمل زيادة. ومع إن مبنى الركاب طوله حوالي 1.7 كيلو متر، التصميم كان خفيف ومرن، وده مهم جدا لأنك لما تبني فوق أرض بتهبط مش عايز مبنى صلب يتكسر مع أي حركة، عايز مبنى يقدر يعرف ياخد ويدي مع التغيير اللي ممكن يحصل. وعلشان كده اتحط تحت المبنى ده حوالي 900 رفعة هيدروليكية. الرفعات دي بتتقاس وبتتعدل كل فترة، لو جزء من المبنى نزل أكتر من جزء تاني بيتم رفعه أو ضبطه. كأن المطار نفسه معمول علشان يتعايش مع الهبوط. حتى مدرج الطيارات نفسه اتعمل بالأسفلت بدل الخرسانة، لأن الأسفلت يقدر يتحمل حركة الأرض أحسن من الخرسانة اللي ممكن تتشقق أو تتكسر. وفي سنة 1995 جه اختبار قاسي، زلزال ضخم ضرب منطقة قريبة للمطار ومدينة كوبي اتضررت بشدة، لكن مطار كانساي والناس اللي جواه خرجوا من غير أي أضرار كبيرة. وده أثبت إن المشروع رغم مشكلته الكبيرة كان عنده قدرة مذهلة على امتصاص الصدمات. ومع الوقت ثبات المطار بدأ يتحسن، الهبوط اللي كان سريع جدا في البداية بدأ يقل من حوالي 50 سنتي في السنة سنة 1994 وصل لاحقا لحوالي 7 سنتي في السنة. لسه فيه هبوط بس أبطأ بكتير. وبسبب نجاح المطار اليابان بدأت سنة 1999 تبني جزيرة تانية لزيادة السعة. وفي سنة 2001 حصل مطار كانساي على جائزة هندسية كبيرة من الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين. يعني العالم كله كان شايفه كمعلم هندسي مهم مش بس مطار. لكن الطبيعة ما كانتش لسه خلصت كلامها. سنة 2018 ضرب إعصار اليابان، الرياح وصلت لحوالي 172 كيلومتر في الساعة، الأمواج ارتفعت وضربت السور البحري والمية دخلت المطار والمدرج اتغرق ومناطق مهمة جدا في المطار اتأثرت. مئات الرحلات اتلغت والمطار قفل لمدة 3 أيام ومرجعش لخدمته الكاملة غير بعد حوالي أسبوعين. اللي حصل كان رسالة واضحة، حتى لو بنيت جزيرة، حتى لو رفعت الأسوار، حتى لو حسبت كل حاجة، البحر لسه قادر يفاجئك. بعد الإعصار ده بدأت مرحلة جديدة من أعمال الحماية، كان لازم السور البحري يرتفع وكان لازم المدرج كمان يرتفع، لكن حتى ده ما كانش ينفع يتعمل بأي طريقة لأن المطار شغال والطائرات عمالة تطلع وتنزل، فرفع السور كان لازم يحصل من غير ما يتدخل مع مسار الطائرات. في البداية السور البحري اترفع حوالي 2 متر، بعدها اتضاف حوالي متر لارتفاع المدرج نفسه، وبعدين السور البحري اترفع تاني حوالي 2.5 متر. وأصبح المهندسين المسؤولين عن المطار كل شوية لازم يسألوا نفسهم، هل الارتفاع ده كده كفاية؟ هل البحر ممكن يعدي الارتفاع ده؟ هل الهبوط مستمر؟ هل التكلفة تستاهل؟ ورغم كل ده مطار كانساي لسه مركز مهم، من أكتر المطارات ازدحاما في آسيا وتالت أكتر مطار ازدحاما في اليابان، وبيخضع لتجديد ضخم في المبنى الرئيسي بتكلفة بتوصل لحوالي 470 مليون دولار. الهدف من التجديد ده إن السعة تزيد
وتجربة الركاب تتحسن ومكانته كمركز إقليمي تقوى. يعني المطار مش مشروع قديم انت مضطر تحافظ عليه وانت حاسس انك متضرر منه، بالعكس ده لسه جزء حي من مستقبل أوساكا. بس المستقبل البعيد أعقد، لأن ممكن تقول إن الهبوط نفسه بقى أبطأ من الأول، لكن لسه ما وقفش. تقرير في سنة 2015 توقع إن الجزيرتين ممكن يهبطوا لمستوى سطح البحر بحلول سنة 2067، وده مش معناه إن المطار هيختفي فجأة ولا معناه إنه غير آمن، لكن معناه إن المعركة طويلة. ممكن يفضلوا يرفعوا المدرجات ويرفعوا الأسوار ويعدلوا البنية التحتية، لكن كل ده له تكلفة. وفي نقطة معينة السؤال مش هيبقى بس سؤال هندسي، السؤال هيتحول من هل نقدر نعملها برضو المرة دي وننقذ المطار، لهل ده مجزي اقتصاديا، هل ده ماديا واقتصاديا في صالح اليابان. ودي هي المفارقة الكبيرة في قصة كانساي، والسؤال اللي تسيبه القصة دي في دماغنا لما مشروع عظيم ينجح بس يفضل محتاج إنقاذ مستمر وصيانة للأبد. هل ده يفضل اسمه نجاح كامل، ولا يبقى أعظم مثال على إن الطبيعة ممكن تسمح لنا نبني لكن عمرها ما بتتنازل تماما؟ وبس كده، أتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة، وفي النهاية ما تنسوش تدعوا لوالدي بالرحمة. سلام.